الصف الثاني الاعدادي مع الوحده رقم 12. كما عودتم بناخد الكلمات ونص الاستماع والجرامر واهم الاسئله. عنوان وحدتنا ان شاء الله هوبيز اند كرافتس. هوبيز اند كرافتس يعني هوايات وحرف. هوايات وحرف. اهم الكلمات: هوبي هوايه، كرافت مهنه، كولكت يجمع، ستامبس طوابع بريد، موديل نموذج، فوتوز البيتش منطقه فاء، فوتوز صور فوتوغرافيه، اكسايتنج مثير او شيق، كيرفولي بعنايه، ايدجز اعمار او سن، ستيل ما زال، اونلاين على الخط المباشر او على الكمبيوتر، جوين يلتحق، اوف ماي ايج في نفس عمري، مجازين مجله او محل، ديسايد تو وهناخد قاعدتها بعد ديسايد تو الفعل في المصدر، ماون ديسايد تو يقرر ان، ماونتينز جبال، ذا ايرث الكره الارضيه، كيب يحفظ، انفولوب ظرف، هاو لونج كم المده، ديسكرايب يصف، بروس عمليه، بارتنر شريك، سيرف يخدم، ويف نسيج، ديزاين يصمم، بروديوس ينتج، امبورتنت هام. بعد ما خدنا اهم الكلمات نيجي على نص الاستماع. بيتكلم عن هوايه زي لعبه الشطرنج، واحد بيحب يجمع الاستامبس طوابع البريد، ومن خلال لعبه الشطرنج بيفكر كتير وبتساعده على التفكير السريع اهم من الكمبيوتر. بعد الكلمات بنيجي نركز على نص الاستماع اللي هو reading. read the website about hobbies. اقرا عن الموقع الالكتروني عن طريق الهوايات، عن الهوايات. my hobby is playing chess. هوايتي ان انا العب شطرنج. to me it's more exciting than a computer game. اكثر لعبه شيقه من الكمبيوتر. because you have to think very carefully. بتفكر بسرعه. while you are playing اثناء اللعب. my grandfather taught me. جدي علمني to play the game. العب اللعبه دي. chess is a great game. لعبه عظيمه for all ages على مر العصور. I still play with my grandfather and he is 65. بلعب مع جدي وعمره لسه ما زال 65 سنه. I also play online. بلعب الخط. I joined on online club. بلعب التحقت بنادي for children of my age في نفس عمري. so now I play with people. بلعب مع الناس from all over the world من كل انحاء العالم. I started talking photos. start ده فيرب زي ing. ده برضو واحد خد صور لبحيرة ناصر وراها المدرس عرضها في المجلة، فدي برضو من ايه؟ من الهوايات. بعد كده بنتكلم على حاجات مهمة جدا الا وهي واحد بيتكلم على هواية بيجمع البريد، بيجمع طوابع البريد. I have been collecting stamps for 8 years. بجمع طوابع بريد بقالي 8 سنين. 8 years ago my uncle was traveling around the world. عمي بيسافر كل انحاء العالم for his job في وظيفته. he wrote us كتب لنا lots of letters كتير من الخطابات. and I loved looking at the stamps وحبيت انظر لطوابع البريد. at that time في ذلك الوقت I didn't know how many different countries there were in the world. ما كنتش اعرف كام دوله في العالم. في النص ده يا جماعه بيركز على دلوقتي ازاي يحكي قصه، وبعد حكايه القصه ازاي يعرض موضوع. في اما يجي يحكي موضوع لك ايه؟ فيرست. عند سرد القصه بقول ايه؟ فيرست اولا. طب وبعدين؟ سكند. افتر ذات حينئذ او بعد ذلك. فاينلي في النهايه. اي قصه احكيها اقول فيرست، سكند، افتر ذات، فاينلي. كل دي حاجات بحكيها عن القصص التي تعرض. يبقى عند سرد قصه بقول اهم الكلمات واهم العبارات في حكايه القصه. بعد كده نلجا للجرامر. عندنا قاعده واي. واي معناها لماذا. قاعده مور ولس صفه طويله ذان. بعد كده قاعده ديسايد تو، ديسايد اون، ديسايد ذات. كل ده قواعد بكرر استخدامها ازاي. مثال واي معناها لماذا، بسأل بيها عن السبب. because سن طبعا بجيب بعدها جملة كاملة sentence. طب تو بجيب وراء الفعل في المصدر. because of بيأتي بعدها نون.
طب فور بياتي بعدها فيرب زائد اي ان جي. يبقى هنا واي معناها لماذا. لما اقول لواحد واي ار يو ليت، لماذا انت متاخر؟ ممكن يجاوب بيكوز، يقول بيكوز اي واز سليبنج، يبقى بعد بيكوز جمله كامله. ممكن يقول بيكوز اوف سليبنج، يبقى بيكوز اوف جبنا فيرب زائد اي ان جي، او فور سليبنج يبقى فور فيرب زائد اي ان جي، او تو في الفعل في المصدر تو سليب للنوم. يبقى واي معناها لماذا، بجاوب عن سبب، اما بيكوز اوف فور او تو فعل في المصدر. نيجي بعد كده على قاعده ديسايد. ديسايد معناها يكرر، لكن بجيب ديسايد تو بجيب الفعل في المصدر. طب ديسايد اون اما اسم او فيرب زائد اي ان جي. طب ديسايد ذات يقرر ان ياتي بعدها جمله كامله. مثال ديسايد تو باي، قررت اني اشتري حاجه. شي ديسايدد اون هير نيو جوب، قررت تحصل على وظيفه جديده. ديسايد ذات ياتي بعدها جمله كامله، يبقى ديسايد ذات سنتنس، فاعل وفعل ومفعول. لما اقول اي ديسايد ذات اي ترافل ابرود، يبقى ديسايد ذات ياتي بعدها جمله كامله. نيجي بعد كده المقارنه، لما اقارن بين الاثنين more او less long adjective صفه طويله than. my car is more expensive than your car، عربيتي اغلى من عربيتك، يبقى جبنا more وبعد كده expensive صفه طويله than. نيجي بعد كده على كلمه make معناها يصنع او يكون. اما اقول I like make friends او making friends، يبقى make او making بعدها friends اصدقاء. طب make a model اصنع نموذج. make a mistake ارتكب خطأ، يبقى اللي بيجي مع make ايه؟ make friends، make money يجمع فلوس، make models يعمل نماذج، make a mistake يرتكب خطأ، make a suggestion يعمل اقتراح، make apology يقدم الاعتذار. نيجي بعد كده على اخر جزئيه، ايه اللي بيجي مع الايه والان. الايه والان ادوات نكره. الايه ياتي بعدها حرف ساكن، لكن الان حرف متحرك. يبقى ليه حرف ساكن؟ يعمل اتيتشر، اكار حروف ساكنه. لكن ان انجينير مهندس، ان اورنج. نيجي على الذا بقى. الذا بتيجي مع الآلات الموسيقيه، بتيجي مع الشيء الفريد من نوعه، مع الاسماء الملوك، مع حاجات كتيره جدا. اهم ما يجي مع ذا، لما اقول ذا بيانو يبقى بتجي مع الآلات الموسيقيه. ذا تولست مع صفات المقارنه. لما اقول ذا بور الفقراء، ذا يونج، ذا كينج الملوك. اما اقول ذا ريفر نايل نهر النيل. اما اقول ذا ماونت اوف ايفرست، يبقى بيجي مع بعض الاشياء. بكده يا جماعه نكون اختصرنا الوحده ال 12، وباذن الله يكون عجبكم. والان مع اهم الاسئله في الوحده. نيجي الان مع اهم الاسئله في الوحده. complete the following dialogue. Rami and Badr are talking about the summer holiday. When will the holiday start؟ متى بدأت الرحلة؟ قال له next month، يبقى when جاوبنا عليها بوقت وزمن. قال له نقط سبيس will you spend it؟ قال له in مرسى مطروح. مرسى مطروح مكان، يبقى هنا بنسأل where will you spend it؟ قال له هنا I'll stay there for 2 weeks، هقعد أسبوعين. يبقى هنا how long will you stay there؟ قال له who will you go with؟ هتروح مع مين؟ يقول له my family my friends. do you like مرسى مطروح؟ yes I will. بعد كده yes I will مثلا ايه مرسى مطروح. بعد كده هشام وتامر how did you go to do the exam؟ كيف كان حالك في الامتحان؟ يقول له very well جيد جدا. واحد بيقول له فوتبول I like it very much، بحب كرة القدم كتير جدا. يبقى what is your favorite sport؟ ما لعبة مفضلة؟ قال له ايه؟ فوتبول. بكده يا جماعة بإذن الله يكون عجبكم الوحدة ال 12، وبإذن الله يتم المشاركة عليها. See you soon with Mr. هشام. Goodbye.